النهاردة هنعمل مع بعض مشروب شتوي، مشروب بالطاقة، هيمدنا بالطاقة والحرارة وهيدفينا في الشتاء، وكمان هيمدنا بالحديد وبفيتامينات. يلا بينا نبتدي نعمله خطوة بخطوة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخ نوجة العالمي. يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مشروب كده سهل وسريع وصحي، وكمان يعتبر من مشروبات الطاقة اللي بتدفي جدا في السقعة وفي الشتاء. أنا عندي كوباية ونص من المية، حطيتها كده في كسرولة لحد لما المية بدأت تغلي. دلوقتي هضيف عليها معلقة كبيرة من الحلبة الحصى. طبعا كلنا عارفين فوائد الحلبة وقد ايه هي مليانة، يعني فيتامينز ومعادن. طبعا مش هقعد اقول لكم على الفوائد بتاعتها، عاوزاكم تدخلوا على جوجل كده وتعملوا بحث وتشوفوا فوائد الحلبة، هتلاقيها ان فوائدها جميلة جدا. بعد كده هوطي النار خالص على اقل درجة، وبعدين هبتدي ان انا اغطي الكسرولة بتاعتي دي بغطا كده وهسيبها لمدة 5 دقايق على نار هادية، وهرجع لكم بعد ما سبت الحلبة في المية تغلي لمدة 5 دقايق وكنت مغطياها. دلوقتي سبتها كمان بعد ما طفيت عليها النار لمدة 10 دقايق منقوعة في المية المغلية. ودلوقتي بقى هبتدي اصفيها. بعد ما صفيت الحلبة دلوقتي هبتدي احط لها عسل اسود. طبعا كلنا عارفين فوائد العسل الاسود وقد ايه هو بيدينا طاقة في السقعة دي، وبيدفينا، يدي طاقة وحرارة، وكمان بيدينا حديد لانه مليان بالحديد، فهو كمان بيدي طعم لذيذ قوي للحلبة. طبعا العسل الاسود بتحطي حسب رغبتك، حسب ما بتحبيه، مسكر او سكره معقول زي ما يعجبك. وكمان هحط معلقة صغيرة من السمنة، هحطها كده لحد لما تدوب وتسيح، وهقلب كده كله مع بعض كويس قوي، وبعدين هبتدي اصبه في كوبايه. وده مشروب الطاقة بتاعنا النهاردة اللي عملناه مع بعض، اللي هو هيدفينا جدا في الشتاء. اتمنى ان شاء الله ان المشروب ده يعجبكم وتجربوه. ومستنيه من حضراتكم لايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان تتفرجوا على اكتر من 400 فيديو لاكلات جديدة وسهلة وسريعة من مطبخ نوجة العالمي. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.